اللي حصلت في الفاشر البلوفه والجنجويد كتمه زي بتاعت بابا نوسه دي ممكن تطلع واحد ولا اثنين بس، والله ممكن تطلع واحد ولا اثنين بس. اخي بل والله العظيم جنجويد ده الملون بل 219 عربيه اليوم. وين ما تسالني من الناس والله يا زول انا جادي معاك، انتوا ما تفتكروا كام انت جاي هنا يحمسكم ويشجعكم يدوكم المعنويات. يا زول انا ما زول معنويات، انا زول حقائق، انا ما زول برفع معنويات الناس، انا ما زول بجيش الناس، انا زول بديكم الحقائق بس. يا زول انا برفع لك الشيء الموجود بمدلك بقول لك معاك امس ده. اقسم بالله 219 عربه لاند كروزر بين ما في يا اخي حاجات واحده ما معروفه اصلا. شفتوا الفيديوهات شفتوها، في حاجات ثانيه ما شفتوها. جنجويد القاعدين فوق وراكبين وين ما تسالني. انا السؤال ده ما تكرره لي، ما تسالني السؤال ده. انا كلمتك وريتك لحنت لك كتبت لك قلت لك الجنجويد بعد اليوم ما في حاجه اسمها جيبوا لي سلموه قول ما قول با وحصل ما دايرين معلومات. في شنو؟ في شنو؟ يا دراؤون يا مشتركه يا جيش السوداني يا مستنفرين شرطه السودانيه امن السوداني، يا دول ده الشعار الموجود. عشان كده الجغم اللي انتوا شفتوه في باب النوسه والله العظيم والله حاجه نوويه عادي. اقسم بجلاله الله 18 قبضوا عليك وين؟ في باب النوسه امس. قائدهم وين؟ انا ما اقدر اقول اسمه، I am not proud to say his name. انا ما بقول اسماء الجنجويد، تعرفوا اسمه مشى وين؟ سافر والله. مناوي اكتب في ملفاتك ده قام يسفروه والله. وين محلك ده يا مناوي؟ قلت سماع ذات البروج جاك هناك. سجل يا مناوي، زول ده سجل، زول ده سافر في محل اللي انت قلت ذاك سافر، سجلوه. يا طول امس في باب النوسه شغل مختلف، شباب بتاع الفرقه 22 مشاة زعلانين والله قالوا احنا نبرد قلب الشعب السوداني. 18 قطاع امس 219 لاند كروزر كلهم ليه؟ لانه جنجويد ديل مع واحدين فوقه GPS والحاجات دي، وبعدين ديل لما يودوا هنا انه تجي بعد يوم يومين ما في كلام زي ده. في بتي جنجويد ما تسالني محله. جغومون ديل وين؟ ما لقيت صوره ما تزال اصلا سهل. صفرهم وين؟ بوريك محله. صفروا سماعي ذات الخروج وين؟ ده جنجويدي ده محله وين؟ ما تسالني كان ما تسالني من كده. ده نظامنا كده يا ده طلب من الشعب السوداني ده والله بيتكلم معاك جد. اقسم بالله للمره المليار ما تفتكر كامل ده قاعد يشجعك ولا قاعد يرفع لك معنوياتك ولا قاعد هنا قاعد يجيسك ولا يخليك فرحان. انا ما زول الشغل ده، انا زول بل انا برفع لك الحاجه اللي شايفها، شفت حاجه الموجوده في ارض الواقع. اقسم بالله 18 امس قبضوها وين؟ في شنو؟ في باب النوسه. شباب جايكم لموضوع كيكل، خلينا ننتهي من الموضوع بتاعنا. خلينا ننتهي من الموضوع بتاع باب النوسه، بيجيكم لموضوع كيكل، ده موضوع مهم. اقسم بجلاله الله فرقه 22 مشاة قالوا امس الجنجويد المجغومين ما بين ال 800 وال 900. ما في زمن زول يقول لك عددهم كم وبتاع، لكن ماكسيمم اقل تقدير 800 ل 900 كله. 219 عربيه دول فوقوا كم نفر؟ 5 جروبات دخلوا امس، 5 جروبات دخلوا باب النوسه. قالوا الليله نسلم باب النوسه للمجغوم يا منتي، قالوا نرفع له تمام. لا رفعوا هم ذاتهم رفعوا تمام. ليش شنو؟ محل داك بتاع مني مناوي اللي دائما بقول جنجويد يسافروا له ده، سفرهم هناك يا مني، سفروهم ناس ليه؟ سفروهم سماء ذات البروج. والله مني حيوان، اقسم بالله حيوان دي مني مناوي افرح بس. اي زول داير يسافر ده بيسافر، كلهم بيسفروهم والله لازم يوم واحد تلو الاخر. 800 ل 900 جنجويدي امس كلهم لقيت واحد لافي بتاع كردفان ده كله ترى في باب النوسه. انا ما جيتكم لأم سياله وبارا، وما جيتكم لهناك ام قرفه وميمه، وهناك في جنوب كردفان هناك في بورنو، ما جيتكم حتى دي لسه يا زول. انا في الفاشل يوماس لازم تفرحوا. حاجه اللي حصلت في الفاشل في كردفان، شباب الكردفان شباب المشتركه والجيش السوداني ودراؤون تراب يعني كل الحكم بينسوكم له شنو في كردفان. والله لو حصلت كدمه ثانيه بس واحده ثانيه زي بتاع باب النوسه امس ده بس واحده بس، والله شباب ما دايرين كتير، واحده بس حصلت ثاني والله يعني احنا ما دايرين حاجه ثانيه.